سلام عليكم. عربية فيها مجموعة شباب وماشيين في طريق شبه مقطوع، ولكن فجأة بيلاقوا بنت مرمية على الأرض في نص الطريق، والبنت حرفيا ما فيهاش حتة سليمة، وشكل الجروح اللي عندها مرعبة. فهي مين البنت دي؟ وإيه اللي حصل لها؟ أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. قبل ما أبدأ خلونا نتفق إن حكاية النهاردة عايزة قلب جامد. جاهزين؟ يلا بينا. في دولة جنوب أفريقيا وبالتحديد في مدينة اسمها بورت إليزابيث، اتولدت بطلة حكايتنا أليسون بوثا في 22 سبتمبر 1967. أليسون وهي عندها 10 سنين والدها ووالدتها انفصلوا، ومن بعدها عاشت مع والدتها ومع أخوها. وبعد ما خلصت تعليمها، أليسون قضت حوالي 4 سنين في السفر من دولة للتانية، وفي النهاية رجعت واستقرت في جنوب أفريقيا. ووقتها لقت وظيفة وسيط تأمين وبمرتب كويس، وفعلا أليسون اشتغلت في الوظيفة دي وكانت سعيدة جدا بيها. أليسون من طبعها كانت بتحب الخروج والسفر، ومن وقت للتاني كانت بتروح هي وأصدقائها ويقضوا طول اليوم على الشاطئ، لحد ما بيجي اليوم اللي اتغيرت فيه حياة أليسون، واللي هتبدأ معاه الأحداث المرعبة. 18 ديسمبر 1994، أليسون في اليوم ده راحت الشاطئ مع أصدقائها، وبعد ما قضوا وقت جميل رجعوا على شقتها، اتعشوا مع بعض وكملوا سهرتهم، وبعدها كل واحد روح على بيته ما عدا صديقة ليها. أليسون لقت إن الوقت اتأخر ومش هينفع تروح لوحدها، فنزلت توصلها بالعربية. وفعلا أليسون وصلتها ورجعت تاني على شقتها. وعند البيت وقبل ما تنزل من العربية، أليسون لقت راجل شكله مخيف ماسك سكينة، فتح باب العربية وحط السكينة على رقبتها، وطلب منها بهدوء تتنقل على الكرسي التاني اللي جنبها وإلا هيقتلها. أليسون طبعا كانت مرعوبة واستجابت لطلبه، وبسرعة الراجل ده اتحرك بالعربية ومعاه أليسون. وفي الطريق قال لها ما تخافيش، أنا مش ناوي أذيكي، كل الموضوع إني محتاج العربية ساعة واحدة. أليسون قالت له طب نزلني وخد بعدها العربية ساعة اتنين، خدها خالص براحتك. قال لها لأ، لازم هتيجي معايا، وبعدين لو عملتي أي دوشة أو حاولت تلفتي الأنظار هقتلك. وعلى العموم، علشان تطمني أكتر، أنا اسمي كلينت، ودلوقتي هنعدي على واحد صاحبي وهناخده معانا، نوصل المشوار في السريع ساعة زمن وبعد كده نرجعك تاني. وحذاري تتصرفي أي تصرف كده ولا كده، انت عارفة ايه اللي هيحصل لك. أليسون طبعا كانت مرعوبة ومش مرتاحة أبدا للي بيحصل، ولا مصدقة اللي بيقوله الراجل ده، ولكن في نفس الوقت هي مش قادرة تعمل أي حاجة. وطول الطريق كانت عمالة تبص يمين وشمال لحد ما وصلوا المكان زي مالها ليلي، ولقت صاحبه ده واقف مستنيهم، ركب معاهم العربية واتحركوا. أليسون في الطريق كانت عمالة تبص في المراية على صاحبه ده، وشايفة إن نظراته ليها مش مريحة، لحد ما وصلوا لأطراف المدينة ودخلوا بالعربية لمنطقة ضلمة ومعزولة وكلها أشجار، يعني حرفيا منطقة ما فيهاش صريخ ابن يومين. وقفوا العربية وبصوا لأليسون وقالوا لها بصراحة كده، إحنا جبناكي معانا لحد هنا علشان نعتدي عليكي. وبصي بقى، انت شايفة المكان حواليكي عامل ازاي؟ يعني لو فضلتي تصرخي للصبح محدش هيسمعك ولا هيحس بيكي، ده غير إنِّك لو قاومتِ هنقتلِك ومحدش هيعرف لِك طريق. أليسون وقتها حست إن ما فيش مفر، لا هتقدر تدافع عن نفسها ولا هتقدر تمنعهم عن اللي عايزينه، وفي النهاية استسلمت لطلبهم على أمل إن بعدها ممكن يسيبوها تمشي، ووقتها تبقى تروح تبلغ عنهم. وفعلا الاتنين بدأوا في الاعتداء على أليسون جوه العربية، واحد ورا التاني. وأثناء الاعتداء أليسون عرفت أسمائهم الحقيقية وهم بيندهوا على بعض. الأولاني خالص واللي قال لها إن اسمه كلينت اسمه الحقيقي فرانس، والتاني اللي أخدوه من الطريق اسمه سيونز. المهم بعد ما خلصوا وقفوا هما الاتنين يتكلموا مع بعض، وأليسون كانت جوه العربية، وكان كلامهم فيما معناه إن دلوقتي لو سابوها تمشي فأكيد هتروح تبلغ عنهم وهم مش ناقصين، لأن الاتنين دول أصلا عليهم قواضي اغتصاب كتير قبل كده، وفي كل مرة كانوا بيخرجوا منها بكفالة. فالحل الوحيد بدل ما توجع دماغهم وتبلغ عنهم، قرروا إنهم يتخلصوا منها. فرانسي وسيونز بصوا لأليسون وهي جوه العربية، ونظراتهم ليها كانت كلها شر، وقالوا لها طبعا دلوقتي لو سبناكي تمشي هتروحي تبلغي عننا. أليسون قالت لهم لا أبدا، أوعدكم إني مش هقول أي حاجة عن اللي حصل، واعتبروا إن عمري ما شفتكم. قالوا لها لا، إحنا مش مصدقينك، وأمروها تخلع كل هدومها. وفرانس خنقها بإيديه لحد ما فقدت الوعي، وبعد كده شدوها بره العربية وبدأوا هما الاتنين يطعنوها أكتر من 36 طعنة، وبعدها سابوها مرمية على الأرض غرقانة في دمها على أساس إنها خلاص ماتت.
ولكن وهم راجعين للعربية بصوا عليها لقوها بترتجف برجليها، يعني لسه فيها الروح. فرجعوا لها تاني، والمرة دي حلفوا إنهم مش هيسيبوها إلا لما يتأكدوا إنها ماتت. وبما إن الطعن منفعش معاها، فواحد منهم مسك السكينة ورفع راسها وبدأ ينحر رقبتها 17 مرة. انتوا متخيلين؟ 17 مرة رايح جاي بالسكينة. والمرعب أكتر إن وقتها أليسون كانت لسه عايشة وشايفة السكينة رايحة جاية على رقبتها. بجد أنا مش قادر أتخيل بشاعة اللي حصل لأليسون، ومش مصدق إن في بشر جواهم كم الشر ده. عملت لهم إيه علشان يعملوا فيها كده؟ وطبعا بعد ما اتأكدوا إن خلاص مليون في المية أليسون ماتت، رموا عليها هدومها وركبوا العربية ومشيوا. وما عندهمش شك ولو 1% إن بعد كل ده أليسون ممكن تبقى لسه عايشة. والحقيقة مستحيل طبعا، ولكن المفاجأة إن المستحيل حصل، وربنا أراد إن أليسون تبقى لسه عايشة. بس لو فاكرين إن الصعب عدى، فأحب أقول لكم إن اللي جاي هيكون أصعب. في وسط الضلمة وفوق التراب والإزاز المكسور، أليسون كانت لسه بتتنفس، وحاولت في لحظاتها الأخيرة تسيب على الأقل دليل عن اللي عملوا فيها كده. فكتبت أسمائهم بالدم على التراب، وكتبت تحتهم: بحبك يا أمي. أليسون وهي على الأرض كانت شايفة نور كشافات عربيات جاي من بعيد من ورا الأشجار. وهنا حست إن ممكن يبقى عندها فرصة إنها تعيش لو قدرت توصل للطريق، يمكن تلاقي حد يقدر يساعدها. وعايزكم تتخيلوا معايا كده الموقف اللي أليسون فيه وبعد اللي حصل لها ده كله. يعني أكيد أي حد مكانها كان خلاص استسلم لمصيره لحد ما يموت. ولكن بالعكس، أليسون بعد إرادة ربنا سبحانه وتعالى إنها تبقى لسه عايشة، كان عندها أمل ومتمسكة بحياتها ولحد آخر لحظة. وفعلا أليسون بدأت تساعد نفسها لحد ما قامت وبدأت تتحرك ناحية نور العربيات. ولكن وقتها بس أليسون أدركت حجم الإصابات المرعبة اللي عندها. وامسكوا أعصابكم من بشاعة اللي هتسمعوه. أليسون وهي بتشد نفسها لفوق لقت راسها بدأت تقع لورا، لأنها كانت شبه مقطوعة. وفي نفس الوقت كانت حاسة بحاجة لزجة طالعة من بطنها، ودي كانت أمعائها. أليسون استخدمت إيده وحطتها على بطنها علشان تمنع أمعائها إنها تطلع بره، وبالإيد التانية مسكت راسها علشان ما ترجعش لورا. وبجد بقى أنا عايز أعرف اللي زي أليسون دي يتقال لها إيه، واستحملت كل ده إزاي؟ اكتبولي في التعليقات. المهم أليسون فضلت على الحال ده، عمالة تقع وتقوم تقع وتقوم، لحد ما قدرت توصل أخيرا للطريق. وهناك وقعت على الخط الأبيض، لأن ده أحسن مكان ممكن يلفت أنظار السواقين. عدت عربية، بس من منظر أليسون سواق العربية دي موقفش. ولكن بعدها على طول عربية تانية كان فيها شباب من جوهانسبرج وجايين في زيارة لبورت إليزابيث. العربية دي كان فيها شاب طالب في كلية طب بيطري واسمه تيان إيلارد. أول لما شاف أليسون نزل على طول من العربية واستخدم تدريبه في الطب البيطري وعمل لها زي إسعافات أولية، واتصل بسرعة بالطوارئ علشان يطلب المساعدة. الإسعاف وصلت وتم نقل أليسون على المستشفى. وهناك الدكاترة كانوا مصدومين من الجروح الرهيبة اللي عندها، وقالوا إن عمرهم ما شافوا إصابات بالخطورة دي. أليسون طبعا دخلت على طول على أوضة العمليات، وبمعجزة من عند ربنا الدكاترة قدروا يلحقوها. وخرجت أليسون من العمليات وكأن فعلا انكتب لها عمر جديد. بس تفتكروا بعد كل ده اللي زي أليسون دي ممكن تسيب حقها؟ على العموم، خلونا نشوف. أليسون بعد ما خرجت من العمليات وبدأت تفوق، المحققين سألوها لو هتقدر تتكلم وتحكي اللي حصل. وطبعا أليسون قالت لهم هقدر، وبدأت تحكي على كل حاجة من أول ما اقتحم فرنسا العربية لحد ما قدرت توصل في النهاية للطريق ولقاها تيان وتم إنقاذها. أليسون وهي بتحكي قالت إنها كانت شايفة إيد بتتحرك فوق وشها، والإيد دي رايحة يمين وشمال، وسمع صوت حاجة بتتقطع. عقلها كان بيقول إن ده مش حقيقي، ولكن في النهاية مطلعش حلم. والإيد دي كانت بتقطع في زورها بالسكينة. وسمعتهم وهم راجعين للعربية وواحد منهم بيقول للتاني تفتكر ماتت؟ فرد عليه وقال له مستحيل حد يقدر يعيش بعد اللي حصل ده. وفضلوا هما الاتنين يضحكوا ومبسوطين بالشغل اللي عملوه. المحققين سألوها لو تقدر تتعرف عليهم، فردت بإن ملامحهم محفورة في دماغها ومش ممكن تنساها. فعرضوا عليها زي كتاب فيه مجموعة من الصور للمسجلين واللي عليهم قواضي اغتصاب، وطلبوا منها تشوف الصور وتركز فيهم كويس لو كان فيهم صور الاتنين دول. أليسون بدأت تبص في الصور، وفي الآخر لقت صورهم موجودة وشاورت عليهم. المحققين أول لما شافوا الصور عرفوهم على طول، لأن زي ما قلنا فرانس وسيونز عليهم قواضي اغتصاب كتير ومعروفين عند الشرطة. وصدر أمر باعتقالهم هما الاتنين. وأول لما عرفوا إن الموضوع ليه علاقة بأليسون، اعترفوا باللي عملوه معاها ومن غير أي ندم. هو بس اللي كان محيرهم هي إزاي بعد كل ده ولسه عايشة.
قضية أليسون بدأ الكل يتكلم عنها داخل جنوب أفريقيا وخارجها، وتمت إدانة فرانس والسيونز بتمن تهم، بما فيهم الاختطاف والاغتصاب ومحاولة القتل. ومش عارف الصراحة كل اللي عملوه ده ويبقى إزاي محاولة قتل. وفي أغسطس 1995 اتحكم عليهم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، ولكن للأسف بعد 28 سنة، وبالتحديد سنة 2023، تم الإفراج عنهم ووضعهم تحت مراقبة. أليسون طبعًا فضلت تعاني جسديًا ونفسيًا من المحنة اللي مرّت بيها، وشافت إن الحل الوحيد علشان تقدر تتعافى تواجه اللي حصل لها. أليسون سافرت لأكتر من 36 دولة، وكانت من أوائل النساء في جنوب أفريقيا اللي يتكلموا علنًا عن الاغتصاب، سواء في بلدها أو في الخارج، وساعدت كل اللي تعرضوا للاغتصاب زيها إنهم يخرجوا ويتكلموا عن اللي حصل لهم. وفي 1995 أليسون فازت بجائزة روتريان بول هاريس الفخرية للشجاعة خارج المألوف، وجائزة امرأة شجاعة من مجلة فيمينيا، وتم تكريمها في بورت إليزابيث باعتبارها مواطنة العام. وفي سنة 2016 قصة نجاتها اتحولت لفيلم سينمائي بعنوان أليسون. ويمكن التكريم والحفاوة اللي لقتهم أليسون عوضوها شوية عن المحنة اللي عاشتها، بس أعظم هدية بالنسبة لها كانت ولادة أطفالها. أليسون قالت إن عند ولادة طفلها الأول في 2003 افتكرت الليلة المشؤومة ولحظة الهجوم عليها، وإن فرانس كان عايز يشوه أعضائها التناسلية بس تراجع في آخر لحظة. وعارفين مين اللي ولدها في المستشفى؟ فاكرين الشاب تيان إيلارد اللي أنقذها؟ تيان بعد موضوع أليسون حول من طب بيطري لطب بشري، وكان الجميل إن هو الدكتور اللي ولدها. الحقيقة أنا مش عارف أقول إيه، ومش قادر أوصف التجربة القاسية اللي أليسون مرت بيها، ولكن بجد أنا عايز أعرف هو إزاي في ناس جواهم كم الشر ده ومن غير أي سبب. يمكن تجربة أليسون دي هي درس حقيقي للإرادة البشرية، وإن الإنسان لازم يتمسك بالأمل ولحد آخر لحظة، لأن مهما الليل طول فأكيد له نهاية وهيجي بعد منه نهار. وقبل ما أختم، أنا آسف لو الحلقة كان فيها تفاصيل أزعجتكم، وأشوفكم على خير في حكاية جديدة في حفظ الله ورعايته.